حتى طاقت جميلة لرؤية أهلها وعائلتها. وفي ليلة رآها الدب حزينة وتفكر، فسألها لماذا هي حزينة، فردت عليه وهي تعلم كرم أخلاقه وطيبة قلبه رغم مظهره المرعب. قالت له إنها تشتاق لرؤية أهلها. عندما قالت ذلك بدا الحزن والإحباط واضحا على وجه الوحش، وقال لها: هل قلبك يحتمل أن تتخلي عن وحش وحيد مسكين هكذا؟ ماذا أفعل لك حتى تسعدي؟ ألهذه الدرجة تكرهينني وتريد الهروب مني؟ فردت عليه: لا يا عزيزي الوحش، إنني سأتأسف كثيرا لتركك هكذا، ولكنني أشتاق لأهلي. سأعود لك مجددا بعد 2 شهر من الزمان، أعدك بهذا. تنهد الوحش ثم قال لها: أنا لا أستطيع أن أرفض لك أي طلب، رغم أن ذلك الطلب قد